ازيكم عاملين ايه النهارده؟ بصوا النهارده هنعمل نظافه خفيفه كده، وكمان هنعمل غدا بسيط، شويه بتنجان بالطشه الجميل وشويه بطاطس مهروسه. نغير في البطاطس بتاعتنا شويه. بصوا بقى، انا اول حاجه بعملها بحب اشغل الغساله بتاعتي كل يوم واسيبها كده مع نفسها، ونروح كمان هنلم الغسيل بتاعنا. كمان لو نشر غسيل بنلمه زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه تسهلي عليكي الغسيل وانتي بتلميه تطبقيه على طول، عشان يبقى فاضل يدخل على الدولاب على طول. طبعا احنا النهاردة الشغل عندنا خفيف، فبنطبق الغسيل بتاعنا. ساعات طبعا بنبقى مستعجلين بنلم الغسيل وبنطبقه شوية كده، بس طبعا اسهل حاجة تطبقيه وتروحي حطاه في الدولاب على طول. وبعدين هنروح نشوف الصالة بتاعتنا. ادي الصالة اللي احنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده، كانت شلت طبعا زي ما انتوا عارفين. وادي الكنب اللي احنا عملناه، طبعا خلاص كده سيبناه شوية من غير فرش، هرجع افرشه طبعا عشان احافظ عليه، طبعا عشان ما يتبهدلش. وزي ما انتوا عارفين ان السجادة ملهاش علاقة بالكنب، انا هجيب سجادة ان شاء الله بعد فترة، انا لسه عاملة الكنب طبعا، فطبعا لازم نجيب له سجادة تليق عليه. فالنهاردة هنظبط طبعا الصالة بتاعتنا، وهنفرش المفارش زي ما انتوا شايفين، ونلمع الصالة كلها كده ترويقة على الخفيف، لان احنا لسه طبعا شايلينها ومنضفينها، اللي هو الترويق بتاع كل يوم. لكن الصلاة عشان قاعدين فيها، الترويق بتاع كل ساعة كل نص ساعة، طبعا عشان احنا قاعدين فيها على طول. المكان اللي بتقعدي فيه بتروقيه على طول، وبيتكنس اكتر من مرة في اليوم. خلاص كده احنا خلصنا المفارش على الكنب كلها، كله قصدي. ونمسح طبعا الشاشة بتاعتنا مسحة خفيفة كده، والترابيزة لو عايزة تلمع لمعيها. ومروقي الترويق بتاع كل يوم اللي احنا متعودين نعمله قبل ما تخش المطبخ بتاعك، عشان لما تخش المطبخ يبقى انت فاضية للمطبخ بس، من اكل من مواعين من كله. وادي الكراسي غيرت لونها، كانت كحلي طبعا عملتها زي الكنب. وادي القفل بتاعنا اللي ركبناه في الجزامة، ده اختراع. لو عايزين تقفلوا اي حاجة تجيبوا قفل زي كده، تقفلوا بتاع دواليب المطبخ، تقفلوا التلاجة. جزامة طبعا دي كانت بنتي مبهدلاها على طول فتحاها، القفل ده ريحها، ودلوقتي بقيت الجزامة على طول مقفولة. وكمان هنلف بالمكنسة كده كنسة سريعة، وكده خلصنا الصالة بتاعتنا. شايفين طبعا الكنب ادى شكل جامد جدا غير الشلت خالص، حسيت ان الصالة كده بيتأشيك. شايفين بقى الجمال؟ يلا بينا بعد ما خلصنا الصالة بتاعتنا وخلصنا طبعا الأوض زي ما انتوا عارفين، بنلف على الشقة كلها، ندخل نعمل شوية البتنجان الحلوين وشوية البطاطس التحفة. يلا بينا. طبعا انا ما بعرفش اقف في المطبخ من غير ما اشغل اذاعة القرآن الكريم، كل واحد على حسب ما اتعود. ونعمل كوباية شاي حلو كده بالقرنفل عشان نعمل الفطار بتاعنا. طبعا انا هفضي طبعا الجبن واللانشون والحاجات دي، جايبينهم من بالليل اتعشينا، والباقي طبعا قلت افضيه عشان يقعد معايا في التلاجة. وبحب اقص اللانشون بتاعي زي ما انتوا شايفين كده عشان يبقى سهل عليا في الحشو. تقصي اللانشون والجبنة الرومي وبيبقى سهل عليكي على طول تجيبي تحشي على طول. هنحط مناديل طبعا، وبعدين نرص اللانشون بتاعنا. وكمان الجبنة الرومي هنعمل فيها زي ما عملنا في اللانشون، هنقصها طبعا، ده الباقي من العشاء، ونقصها وتبقى جاهزة على الحشو على طول. كده احنا بنحب نفضي حاجتنا على طول في علب التلاجة، بتبقى سهلة علينا في الاستخدام بعد كده. ودي جبنة قريش طبعا هنفضيها. وكده انتي انك قصيتي اللانشون وقصيتي الجبنة الرومي كده ايه، سهلتي عليكي حشو السندوتشات، يا دوب كده تروحي حاشية على طول. طبعا عاملين لنفسنا كوباية شاي حلوة كده بالقرنفل، وهنعمل طبعا الفطار بتاعنا، ونروح نقعد في الصالة كده وهي نظيفة كده في شوية هدوء، نفطر. وبعدين طبعا نرجع نعمل الغدا بتاعنا، ونبدأ طبعا ندخل المطبخ من مواعين لغدا لكله. بس النهاردة هنعمل شوية بتنجان وبطاطس بسيطة كده. وساعات كده ما بنبقاش طبعا لينا مزاج نعمل أكل، فبندور على أي حاجة سهلة وسريعة ونروح عاملينها. يعني طبعا مرة بتمشي كده ومرة كده، ساعات بنقف في المطبخ نطول، وساعات ما يبقاش لنا مزاج نعمل أكلة سريعة ونروح طالعين. وكمان اهو انا اصلا كنت ناسي اعمل لنفسي سندوتشات، فهنعمل السندوتشات ونرجع نعمل الغدا بتاعنا. شوية البتنجان والبطاطس
هيبقوا حلوين خالص. وهنغير فيهم بطاطس هنعملها مهروسة كده مش سادة، تضيفي عليها شوية فلفل وشوية طماطم، هيعجبك خالص طعمها، وطعم جديد طبعا ومختلف عن البطاطس المهروسة اللي هي بالسمنة والكمون. طبعا مرة تعمليها كده ومرة كده، طبعا الأكلات الشعبية فيها تغييرات كتير. والبتنجان برضه بنعمل منه أشكال كتير، بس النهاردة هنعمل البطاطس المهروسة ونحط عليها شوية فلفل وشوية طماطم. بصوا هيبقى طعمها حلو خالص. والبتنجان بتاعنا طبعا احسن حاجة ان احنا نكون قاطعينه من بالليل، ونرش عليه شوية الملح، وتاني يوم طبعا ننشفه تنشيفة حلوة كده عشان ما يتبهدلش معانا البوتاجاز واحنا بنقلي. تنشفي بتنجانك كده بفوطة حلوة كده او قماشة قطن، وكده بتكوني اتخلصتي من المية، هي دي اللي بتبهدل البوتاجاز بتاعنا. واديني بقطع البتنجان تقطيعة مختلفة، قطعي التقطيعة اللي انت عايزاه. انا النهاردة هقطعه زي البطاطس، بس طبعا تخينة شوية عشان يبقى البتنجانة فيها لحم كده مش رفيعة. ونعمل له طشة حلوة كده بالكزبرة الخضراء والثوم والخل، تبقى احلى شوية بتنجان عملتيهم. وكمان كده خلصنا البتنجان، وكمان قشرنا البطاطس بتاعتنا هنسلقها، ونقلي البتنجان بتاعنا ونعمل الخلطة بتاعة البطاطس والطشة بتاعة البتنجان. كده اهو قطعنا البتنجان زي ما انتوا شايفين، وهنقطع البطاطس عشان نسلقها هنحط لها شوية ملح بس. وكده ايه نكون عملنا غدا سهل وسريع ومش مكلف وبسيط خالص، واكل بيبقى حلو وطعمه جميل جدا وبيأكل. ادي البتنجان بتاعنا بعد ما نشفناه طبعا عشان ما يبهدلش البوتاجاز بتاعنا. وادي البطاطس استوت اهي، طبعا هصفيها عقبال ما اعمل لها الخلطة بتاعتها الجميلة. والبتنجان اهو شايفين ادينا بنقلي البتنجان، هنقلي البتنجان كله طبعا، ونروح نعمل الخلطة بتاعة البتنجان وبتاعة البطاطس. البطاطس هنعوز فيها فلفل حراق وبارد اللي يريحك، وهنعوز زبدة وزيت وشوية طماطم، والتوابل كمون وفلفل اسود بس، وشوية توم والكزبرة الخضراء للبتنجان. اول حاجة هعملها هنزل طبعا بالطشة هي اللي انتوا شايفينها بتاعة البتنجان، حطيت فيها زيت وتوم، وهنا حطيت للبطاطس زبدة وزيت، وحطيت حتة توم. بتنجان هنزل عليه بعد ما قلبت التومة شوية، هنزل عليه بالكزبرة الخضراء، وانزل كده بالخل والملح، وكده خلصت الطشة بتاعة البتنجان. وهنا البطاطس حمرنا التوم شوية يعني دبلناه، وننزل بالفلفل ما يتبلش، يا دوب نقلب بس تقلبتين الفلفل، وننزل بالكمون شوية الفلفل الاسود، وكمان الطماطم تقلبتين على السريع، وما نخليش الحاجة تدبل، وننزل بالبطاطس بتاعتنا. وكده خلينا البطاطس المهروسة طعمها حلو وتغيير طبعا عن السادة. وخلصنا كده الطشة، وهنجيب كده حتة جبنة قريش جنب الأكلة الحلوة دي، ننزل عليها بشوية شطة، ولو عندك شوية نعناع ناشفين حطيهم عليها بيبقى طعمها جميل. كده خلصنا الجبنة بتاعتنا، وهنغرف طبعا البطاطس ونغرف البتنجان اللي بالطشة الجميل. الأكل ده بصوا بيأكل وبيفتح النفس عن الطبيخ بكتير. ساعات الواحد بيبقى زهق طبعا من كل الأكلات، فبيروح يعمل الأكلة دي من كتر ما هو زهق من كتر طبعا الأكل اللي بيعمله. وانا بحط الصراحة توم كتير لان عيالي بيحب التوم كتير، انتي حطي الكمية اللي تريحك. وادي الاكل خلص بتاعنا، ويكون كمان الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.